احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا على بعض التدريبات ازاي تعملها في مساحه ضيقه. كلامي والفيديوهات دي للاولاد اللي هم ما بيتمرنوش في اكاديميات، ما بيتمرنوش في مكان، فبالتالي قالوا ان هم مثلا قاعدين في البيت دروس مذاكره، فما عندهمش وقت ان هم يروحوا يمارسوا كره القدم في اي مكان، وبيبعتوا لي يقولوا لي يا كابتن احنا عايزين بعض تدريبات نعملها عندنا في البيت او في السطح او في اي مكان قدام البيت عشان ما عندكش وقت. طبعا ده في اضيق الحدود تعمل كده، لكن الصح انك تنزل تتمرن في مكان وفي مساحات وبشغل احسن، ولكن زي ما انا قلت نص العمى ولا العمى كله، فبالتالي انا هعمل لكم برضو فيديو تاني شغل تعمله في مساحه صغيره وان شاء الله تستفيدوا. تمام، انا اهو 4 كنزات، الكنز ب5 جنيه لو هتيجي تشتريه من اي او ب6 جنيه تشتريه من اي مكان رياضي، او تستبدله باي حاجه، بازايز في البيت، بطوب في السطح. هي مجرد علامات، هي مش ضروريه، المهم التكنيك بتاع التمرين، لكن دي مجرد علامات. طيب معانا اهو 4 كنزات اهو. انت اكيد هيبقى معاك مساحه اهي ضيقه اهي. هو انا ليه بعد ما نخلص كده بنسى ما بعملش روح هات الكوره بعد ما خلص ده مربع اهو 2 متر في 3 متر يعني، او لا 2 متر في 2 متر. تمام. انا هنشتغل ازاي في مربع زي ده؟ حساسيه الكوره. خلاص، حساسيه الكوره اهو، ادي شغل اهو. هتشتغل كده، توصل لهنا، هتيجي ايدك كده اهو من تحت الكوره اهو، من اسفل الكوره، هترجع بظهرك كده يا محمد يا مصطفى. هنا تشتغل بالشمال لو انا عملت لك يا محمد هكذا كذا مره، دي بتديك حساسيه الكوره اهو. هشغلكوا تاني اهو من اسفل القدم برجلي اليمين اهو، بظهر شمال. ادي ده الشغل التاني بنفس المربع ده، بس هتبقى بشكل اللي انا هوريه لك دلوقتي اهو. وش رجلي الخارجي اهو. بص اهو، شوف يا محمد، بص يا معلم محمد، شوف بقى الكوره وانا اروح اشتغل واخش كده بعدين ازاي اهو ورجعت بنفس الشغل ده اللي هي اكس ده، برضو بيدي لك كنترول او تحكم بالكوره بشكل كويس. طبعا بنعمله قد ايه؟ اعمله مره في مره كتير، كل ما تعمله كتير كل ما انت رجليك هتتعود على حساسيه الكوره. تمام. حاجه ثالثه، هتشتغل شغل السبعات. هتيجي عند الكوين ده اهو 7، وتروح عند ده اهو 7. تمام. وهترجع على ده اهو، هتعمل كده اهو عرف ولا ما عرفش؟ يعني ايه؟ دولت 4 اعتبرهم 4 من الخصم، لاعب ولاعب تعمل فنتات وتعدي منه. 7 سيزر هعملها لكم تاني. يعني مثلا اهو داخل عليه، هعمل اهو سيزر. تمام. او فين او 7، واجي هنا اعمل سيزر، واجي هنا اهو اعمل كده اهو يلا ده برضو شغل تالت، حساسيه الكوره. مره في مره التكرار الكتير بيدي لك جانب بدني بس غير مباشر، ان انت كل شويه ايه شغال في وضع حركه. تمام. هنغير الشكل من ال4 كنزات في نفس المساحه، بنفس المساحه.
برضو زجزاج، ولكن انا مش انا في الشغل ده مش هشتغل زجزاج اللي اشتغلناه في الفيديو اللي فات، دي تمارين متغيره، هعمل برضو نفس الشغل ده. تمام اهو خلاص. هنروح ارتداد بالكوره، اروح عند اول كوين وارجع، تاني كوين وارجع، اخر كوين وهرجع اهو، وش رجل الخارجي. بعمل تاتشات كتير بالكوره، ما زقش الكوره واجري وراها، لا انا عايز ابقى لعيب كوره والكوره تفضل لازقه في رجلي، لازم اعمل تاتشات كتير بوش رجلي، ولكن الكوره ما تطولش اهو. ارتداد اهو. تاني اهو. يلا يا علي. ده برضو كنترول من وضع حركة مختلف، وهنعمل برضو تاني كنترول بنفس هو الشكل، بس هنروح على اول كوين ونرد على اول كوين. ازاي؟ هقول ده برضو بيبقى فيه جانب بدني كويس قوي اهو. اروح عند اول اهو وارجع، اروح عند الثالثه اهو وارجع لاول واحد، اروح عند اهو. ده برضو شغل هيفيدك جدا بالكوره. الشغل التاني اهو. ده برضو شغل، يعني انا اهو بوجد لك تدريبات كتير في المساحه الضيقه، لان التنويع في التدريبات بتعلمك بسرعه. يعني لو عملت نفس الشكل مره واحده كتير هتستفيد، لكن مش هتستفيد كفايه زي الشغل المتنوع. نبص على ده كمان. لا ركزوا في دي، برجليا اليمين اسفل القدم اهو. ها يلا بص تاني تعال. يلا يا جيدي اخر واحده. انا حاولت اوجد بس مساحه ضيقه في الملعب، اعتبروني في البيت بس. فالزحمه بس هي اللي عملت الشغل ده اهو. تمام. يلا كابتن كريم اهو. سقفه جامده الايسي، عشان تاني وهكذا. ها انا اكتفي بس بالشغل ده دلوقتي، وان شاء الله كل شويه هعمل لكم فيديو وهنزله لكم ازاي تشتغلوا في البيت. وهرجع واقول مرارا وتكرارا، لو انت ده في اضيق الحدود، الافضل انك تروح تتمرن في مكان